السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده حلقة جديدة من المثل المصري واخوه العربي. والمثل المصري النهارده بيقول: ابو زيد الهلالي ما غلبه الا الغراب. والمعنى المثل بيقول ان حتى الاقوياء والشجعان ممكن يتغلبوا من اشياء صغيرة او بسيطة او غير متوقعة، اللي هي في الحالة دي الغراب. يعني مهما كانت قوتك أو شهرتك، ممكن تواجه هزيمة من شيء بسيط أو عدو ضعيف لو ما أخدتش الحيطة وعملت حسابك. الحكاية أبو زيد الهلالي هو بطل عربي من التراث الشعبي، معروف بشجاعته وقوته الخارقة في الحروب والمعارك. لكن في قصة مشهورة الغراب لعب دور في هزيمته أو الحاق الضرر بيه، رغم إنه حيوان صغير وضعيف مقارنة بقوته. القصة دي بتعلم الناس إن القدر ممكن يلعب لعبته في أي وقت، وإنه لا يجب الاستهانة بأي شيء مهما كان صغير أو بسيط. طيب، والمثل العربي، المثل العربي النهاردة من الشام، وبيقول: حتى الأسد يخاف من الذئب. والمعنى حتى الأقوياء ممكن يخافوا أو يخسروا أمام من هم أضعف منهم، خاصة لو كان الخصم ذكي أو استخدم حيلة. والحكاية إن الأسد معروف بقوته وسيطرته في الغابة، لكن الذئب رغم إنه أضعف معروف بذكائه وحيلته في الصيد والتخطيط. وطبعا نتعلم ألا نستهين بالخصم مهما كانت قوته، لأن الذكاء والحيلة ممكن يعوضوا ضعف القوة البدنية. وكده الحكاية خلصت. ولو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا على لايك، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.